هتلر لسه عايش، هتلر ما ماتش. تخيل لو قلت لك انه هتلر الالماني بعد الحرب العالميه الثانيه في كلام بيقول انه هرب واستخبى في قاعده عسكريه تحت التلج اللي موجود في انتاركتيكا. اهلا بيكم فيديو جديد في ايه حكايه النهارده. اتخضيت انت من موضوع هتلر ده ها؟ بس المهم هنرجع للنقطة دي بعدين. القارة البيضاء أنتاركتيكا ما علينا، مليانة بقصص وأساطير غامضة. مكان منعزل في آخر الدنيا محدش بيعيش فيه إلا شوية علماء، وفيها قواعد بحث علمية فقط لا غير. المنطقة نفسها ممنوع فيها أي نشاط عسكري حسب معاهدات دولية كبيرة. كل العوامل دي أدت أنه أنتاركتيكا تكون أرض خصبة لكل الحكايات والقصص، سواء العلمية أو الخيالية، وكمان نظريات المؤامرة. زي ما اتوصف قبل كده في أحد الجرايد أن أنتاركتيكا عبارة عن صورة بيضاء أو لوحة بيضاء كبيرة خالية من أي حاجة خالص، وده اللي خلى الناس ترسم في خيالها مؤامرات كتيرة وقصص كتيرة سواء حقيقية أو خيالية. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن اشهر 3 حاجات وقصص اتحكوا عن انتاركتيكا، ودول اللي يهموني واللي شدوني ان انا اجيبه لكم النهارده. من اول الهرم العملاق اللي باين عن طريق الاقمار الصناعيه بوجوده الغريب الغير مفهوم بالمره، لحد القواعد العسكريه السريه اللي مش باينه لان هي تحت الارض، لحد الاكتشافات العلميه السريه اللي مش معلن عنها عالميا ولا موافق عليها عالميا من الFDA ولا من أي جهة علمية تانية. هنشوف منها إيه اللي موثق فعلا من خلال التاريخ، وإيه منها عبارة عن بس كلام. بس سواء ده كان حقيقي أو غلط، ده كله محاط بطريقة غموض مخليه الناس كلها مش قادرة توصل بالظبط أو تحط إيديها إذا كان ده موثق حقيقي ولا ده كان بس عبارة عن كلام بيتقال. الهرم الغامض تحت الجليد. القصة دي شدتني جدا لأن هي باينة عن طريق الأقمار الصناعية، ولو ركزت وشفت هتلاقي فعلا إنه في شكل غريب موجود لا هو مفهوم ولا معروف أصله وفصله جه منين. الحكاية دي بدأت يا سيدي في 2016 لما الأقمار الصناعية لقطت شكل هرم غريب طالع من تحت الجليد في أنتاركتيكا. الصورة دي جننت الناس على الآخر. هل معقول يكون فعلا في هرم موجود في أنتاركتيكا اتبنى من حضارة قديمة قبل ما القارة دي، وركز بقى معايا في الكلمة دي، تتجمد؟ لحظة، يعني معنى كده ممكن يكون القارة دي ما كانتش أصلا متجمدة قبل كده؟ ولا كان الكلام التاني والتناقض التاني اللي ممكن تكون هي عبارة عن آثار اتثابت من كائنات فضائية قبل ما تسيب المكان؟ والحقيقة فعلا هي عن إن الهرم صورة حقيقية مش فوتوشوب ولا حاجة. الشكل هو عبارة عن هرم رباعي الأضلاع تقريبا وبارز بشكل واضح وسط كل جبال وجليد القارة، حتى انه البعض سموه هرم أنتاركتيكا. بس ايه التفسير العلمي ليه؟ وايه هم رأي علماء الجيولوجيا للموضوع الهرم ده؟ والشيء اللي أكدوه علماء الجيولوجيا يا صديقي العزيز انه الهرم ده ما اتبناش عن طريق بشر. ده ببساطة شكل هرم جبلي اتعمل بشكل طبيعي، وهو موجود في ضمن جبال سلاسل إليزورث غرب أنتاركتيكا. خلاص اوكي، خلينا نتفق مع الكلام ده ونمشي وراه. الهرم ده موجود قريب من منطقة اسمها باتريوت هيلز، وشكله الهندسي العبقري خلينا نقول انه اتكون بسبب عوامل طبيعية، وهي عوامل التعييرة الطبيعية عبر ملايين السنين يا سيدي. عالم الجليد إريك ريجنوت قال انه الهرم اللي اتبنى بشكل دقيق جدا ده اتكون بسبب تآكل الجليد من حواليه بطريقة سطحية وبشكل متساوي وجذاب. الظاهرة دي مش ظاهرة فريدة بس في أنتاركتيكا، في كمان أهرامات تانية ظهرت بشكل غريب في أماكن تانية، وقمم هرمية ظهرت بشكل غريب ومفاجئ ومحدش قدر يفهم ايه معناها، وبرضه قالوا عليها ان هي بسبب التعرية الطبيعية زي جبال الألب وجبال الأنديز في أمريكا الجنوبية. يعني معنى كده ان الصورة اللي شفناها في القمر الصناعي صورة حقيقية، والتفسير ممكن يكون منطقي، مش عشان دكتور أو 2 أو 3 طلعوا يتكلموا يقولوا انه ده بسبب التعرية الطبيعية يبقى هي دي الحقيقة، او على الأقل ده السبب المعلن. وكلنا عارفين كعلماء او حتى كناس عادية انه مش دايما الحقيقة بتظهر، او مش دايما بتكون هي دي الحقيقة الكاملة. لحد دلوقتي مفيش اي حاجة بتدل على انه ده فعلا تطور طبيعي، لا مش الحاجة الساعة.
أو ده فعلا بقايا لحضارة قديمة. الحاجة التانية اللي عايز اتكلم عليها هي القواعد السرية والحرب العالمية. فاكر النقطة اللي اتكلمنا فيها عن هتلر في الأول واتخضيت انت لما عرفت ان هتلر لسه عايش؟ لا ما تقلقش، هتلر خلاص اتوكل. حكاية هتلر وأنتاركتيكا دي من أكتر الحكايات والقصص عن نظريات المؤامرة المشهورة جدا. القصة بتقول انه ألمانيا النازية قبل انهزامها في الحرب العالمية الثانية كانت بعتت بعثة لأنتاركتيكا من 1938 ل 1939 سنة يعني، وحطوا ايديهم على منطقة هناك وسموها نيو تشيرنوبل. وبعد ما انتهت الحرب بيزعموا انه هتلر هرب لهناك وخد منطقة هناك، وان هو مستخبي في قاعدة عسكرية تحت الارض، وان هو معاه تكنولوجيا سرية وكل الشوكولاتات والحلويات دي. طبعا هرجع واقول ان الموضوع ده بيرجع لك انت عايز تشوف ايه، حابب تشوف ايه وتصدق ايه، انت حر. لكن ده اللي انا شفته من المصادر. والاسطوره دي او القصه دي كمان بتضيف انه حصلت مناوشات ومشاكل وخلافات وصراعات بين النازيين المختبئين هناك وبين القوات البريطانيه والقوات الامريكيه الموجوده في انتاركتيكا. يعني زي ما تقول كده حرب على الضيق بيننا وبين بعض كده. وان امريكا حتى عملت حرب سريه كده صغيره على قد الحال وحمله عسكريه ضخمه هناك في 1946 بقيادة الإميرالد ريتشارد بيرد علشان تهاجم القاعدة النازية دي هناك في أنتاركتيكا. وفي رواية تانية بتقول إنه المواجهة العسكرية دي انتهت بخسارة كبيرة جدا للأمريكان هناك، وإن بعدها بكتير في 1958 اضطروا الأمريكان إن هم يفجروا قنبلة نووية هناك عشان يخلصوا من موضوع النازيين هناك. ده طبعا كله كلام مثير جدا، بس هل في أي وثائق حقيقية؟ هل في أي دليل حقيقي؟ عمرنا ما هنقدر نعرف أو نوصل بالظبط لأي وثائق تدل على الكلام ده، على الأقل في الوقت الحالي. بس اللي موثق فعلا إنه ألمانيا النازية فعلا عملت رحلة لأنتاركتيكا تحت قيادة القبطان ألفريد ريتشارد. إمتى؟ 1939. ودي كانت رحلة سرية هدفها الرسمي استكشاف مناطق صيد الحيتان. عشان طبعا زيت الحوت انت عارف قد ايه زيت الحوت مهمه في حاجات كتير جدا هنتكلم عليه بعدين في فيديو تاني. بس ده كان طبعا المسمى الرسمي للرحله. بس طبعا ما كانش فيه اي دليل ان هم عملوا قاعده عسكريه ثابته هناك. بس اللي مظبوط فعلا ان بريطانيا في الحرب العالميه الثانيه هي اللي فعلا عملت قاعده عسكريه في أنتاركتيكا وسمتها عملية تباريان في 1944. ودي اللي قالوا عليه ان هي برضو عملية صغيرة استكشافية بس علمية عشان يستكشفوا بيها بس المنطقة هناك مش اكتر ولا اقل. ولكن طبعا المعروف ان هم كانوا هدفهم هو مراقبة الاعمال اللي بيعملوها الاعداء في المحيط الجنوبي. بعد الحرب فعلا امريكا اطلقت عملية في أنتاركتيكا اسمها هاي جامب 1946، وهي أكبر عملية استكشاف عسكرية أطلقت في القطب الجنوبي. بس لما تتكلم عن حملة عسكرية صغيرة تطلقها أمريكا يعني هتتكلم في كام؟ 100 200 300 فرد؟ لا حضرتك الموضوع مختلف. 13 سفينة حربية و4700 عسكري. طب انت هتطلق عدد زي ده لأنتاركتيكا الفاضية اللي عبارة عن صورة بيضاء زي ما وصفوها في أول الفيديو عشان تعمل ايه؟ الوثائق العلمية بتقول انه كان سبب الموضوع ده هو تدريب مش اكتر، والبحث العلمي ورسم خرائط للقارة وكلام البابا غنوج والحلويات ده. وفعلا ما كانش فيه اي وثائق بتدل عن اي عمليات قتالية هناك، ولا حتى حرب ولا حتى تدريب ولا اي حاجة خالص. بس الغريب اللي حصل انه الحملة دي انتهت بدري وبسرعة ما خدتش شهور، والسبب رسميا كان انه الجو كان بارد جدا والمكان والمناخ غير مناسب. لا والله ايه، ما كانش معاكم جاكيتات صوف؟ ولكن ما كانش حرب سرية زي ما هم كانوا فاكرين. طيب اوكي، خلينا نمشي مع الموضوع ده. في غواصات ظهرت في الارجنتين وسلمت نفسها، والغواصات دي كانت غواصات روسية. واحد يسألني يقول لي يا نور ايه علاقة الغواصات بأنتاركتيكا واللي احنا بنتكلم عليه؟ اقول لك، غواصة يو 530 ويو 977 سلموا نفسهم للأرجنتين 1945، وما كانش فيه أي دليل إن هم راحوا أنتاركتيكا. ولكن لما تسألوا الضباط ولما تسألوا العساكر اللي كانوا طالعين من الغواصات قالوا إن هم في حالة مزرية وشنيعة من كتر البرد، وما كانوش يتحملوا الطقس البارد اللي كان موجود في الأماكن اللي كانوا فيها. يا ترى فين الأماكن اللي كانوا فيها؟ مفيش غير أنتاركتيكا.
ولكن رسميا مفيش اي دليل بيقول ان هم كانوا في انتاركتيكا. بس لو تركز وتفهم ان اكيد غواصات ان هي توصل لانتاركتيكا ده سبب كافي ان يكون في حاجة هناك بتحصل وفي نزاع عليها. اما بقى عن الانفجارات اللي حصلت في 1958 ودي فعلا اعلن عنها بسبب تجربة التفجيرات النووية اللي اتسمت باسم أرجوس، بس الانفجارات دي حصلت على مستوى ارتفاع عالي جدا بعيد عن أرض أنتاركتيكا. أهم حاجة وآخر حاجة عايز أتكلم عنها هي اكتشافات العلمية والأبحاث العلمية اللي بيعملوها أو اللي بيقال إنه بيعملوها في أنتاركتيكا. بحيرة فوستوك اللي معمولة تحت الجليد في أنتاركتيكا، ودي تسببت في كلام نظريات مؤامرة كتيرة قوي حوالين ازاي البحيرة دي اتوجدت وازاي اتعملت أصلا. دي بحيرة كبيرة مدفونة تحت الجليد بتاع أنتاركتيكا بحوالي 4 كيلومتر. العلماء الروسيين فضلوا يحفروا لحد ما وصلوا لها في 2012. بعد كده اعلنوا العلماء دول ان هم لقوا في البحيره كائن وحش قاتل عباره عن اخطبوط عملاق عنده 14 دراع وبيشيل فريسته وبيلتهمها، وسموه الروسيين اورجانيزم 46B. انا بصراحه لو كنت مكان الناس الروسيين دي كنت اسميه الاسم الواقعي الطبيعي كراكن، اللي هو الكراكن اللي هو بايرتس اوف كاريبيان. ما علينا. المهم الاشاعه بتقول انه العلماء الروسيين دول او الناس اللي وصلوا للكائن ده خبوا الموضوع وخبوا الإشاعة دي وخبوا الكلام ده لأنه في ناس كتير منهم ماتوا بسبب الكائن ده. ولكن نكتشف بعد كده انه مفيش دليل علمي للي حصل ده، وان ده كلام قصة مفبركة اتكتبت في رواية كتبها مؤلف روايات اسمه مايكل فورست، وان العلماء لقوا بس مجرد فطريات جديدة وميكروبات جديدة في المية العادية دي، لا اكتر ولا اقل، ولا في كراكن ولا في اورجانيزم 45 ولا الكلام ده. ولكن برضو محدش يعرف اذا كان ده حقيقي ولا ده كان بس مجرد حاجة عشان يخفوا اللي حصل ويخفوا الحقيقة. لأن خد بالك البيئة اللي احنا بنتكلم عليها دي بيئة معزولة لملايين السنين، وما كانتش أصلا عبارة عن بيئة متجمدة كده من ملايين السنين. في نهاية الرحلة دي وبعد كل الحكايات اللي حكيتها سواء كانت حقيقية أو لأ، انت اللي تقدر تحدد الموضوع ده. أنا بس بحكي لك القصص وبقول لك إيه الناس اللي بتقوله وإيه الوقائع اللي موجودة فعلا رسمية، بس مش معنى كده إن الكلام ده هو الحقيقي والثابت اللي الناس والحكومات نؤمن بيها. أظن زي ما كلنا عارفين إنه ده الواقع. هل فعلا هناك في قاعدة نازية؟ هل فعلا الهرم اللي اكتشفوه ده اتجمع وتكون بطريقة طبيعية؟ هل التجارب العلمية اللي بتحصل أو اللي لسه بتحصل لحد دلوقتي هناك دي سليمة وبريئة ومفيش أي مخالفات فيها؟ التفسيرات دي كلها ترجع لك أنت، وأنت اللي تقدر تقول لي الكلام ده صح ولا غلط. المهم إن أتمنى تكون الحلقة عجبتك النهاردة، وأشوفكم الأسبوع الجاي في الحكاية. متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير على القناة. صباح على خير.